سبحان الله العظيم. في وسط الأزمة اللي كنعيشوا في المملكة المغربية كنلقاو ناس موجهين الأنظار ديالهم لقضية جديدة واللي تفجرات في العالم، واللي هي ديال دونالد ترامب وهاد الفضيحة ديال إيفيستين. الناس خلات الدعاء مع الإخوان ديالهم ويشوفوا من حالهم ويتبعوا أخبارهم، مشاو كيحنقزوا لهاد القضية. وللأسف الشديد بعض الناس كيهضروا شي هضرة اللي ما خصهاش تقال وما خصهاش تعاود، كيقولوا وكيربطوا ملكنا حبيبنا بهاد القضية ديال الجزيرة. كنقول لهم الله يهديكم، حاشاكم، ملكنا بزاف عليكم، والله ما يطيح في هاد الخطأ. واش نتوما مسطين ولا تيتسحبكم ملكنا دمدومه ما عارفش شنو اللي كاين؟ والله ما يدير هاد الخطأ ونبصم عليها بالدية ب10. حنا راه دولة العلم المعرفة، كنعيقوا بالقوالب وكنعرفوا اشنو اللي يقدر يوقع. هاد الزله ماشي ديالنا، وما نبقاوش نهضروا شي هضره اللي ما كايناش. اليوم بزاف ديال الناس كيستغلوها وكيضحكوا. المهم انا اليوم على حساب ما سمعنا في الاخبار الاسبانيه كادينا سير وكوبي كيهضروا على اشنو اللي واقع في الميريكان بسبب هاد القضيه ديال الجزيره. بالفعل اسماء كبيره وثقيله دوك اللي كيطيحوا لك في راسك كلهم مشاو لهاديك الجزيره، مغنيين، مهم مشاهير، بيل جيت، كلهم حتى الرئيسه ديال السويد. اليوم كيخرجوا وثائق ومعلومات. هذه حرب ديال دونالد ترامب مع هاد جيفرسون، فاش كان حي ودابا فاش مات. اليوم كاين صحفي ومشهور وامريكي، نيويورك تايمز في السبعينات، واليومنا هذا كيدير كتب وكان عنده اعمده في بعض الجرائد الرسميه واللي عندها تاريخ في البلاد ديال الميريكان. هاد السيد كان صديق ديال جيفرسون، هو اللي سرب معلومات لانه عنده رسائل صوتيه ورسائل بينه وبين جيفرس، لانه كان صديق مقرب وكيعاود له كل شيء. 3,500,000 وثيقه. واو نهار على نهار غادي نبقاو نشوفوا ونسمعوا شي اخبار اللي غادي يوقف لك الراس ديالك. اليوم كتقول حنا، ولكن ربما الحقيقه اللي غادي تخرج غادي تكون مؤلمه للبعض. اكيد وصدقوني. المشكل بين ترامب وجيفرس بديو قديم في الولايه الاولى ديال دونالد ترامب في العام الاول. جيفرس كانت عنده علاقه بميلاني، ونقطه الضعف ديال دونالد ترامب هي ميلاني. كان عنده معها علاقه قبل من دونالد ترامب، وهو اللي عرفه على هو اللي عرفها على دونالد ترامب، ومن بعد تزوجوا هو وياها. عنده عليها اخبار خطيره، وقال بانه غادي يرفع دعوه هذا الصحفي على ميلاني وعلى دونالد ترامب. تصوروا، حيت ما عندوش الفلوس دار واحد الحمله استطاع انه يجمع فيها 800,000 دولار باش يقدر يخلص المحامي باش يرفع الدعوه على ميلاني ودونالد ترامب. تصور بحال ما عندوش. حنا ديرها في المغرب وعرفتوا واش يجمعوا لك حتى 1000 ريال ولا الى المهم، وداز عندهم مشكل اخر اللي هو واحد القطعه ارضيه كبيره في شي مدينه في شي بلاصه مهمه، راكم عارفين رجال الاعمال بيناتهم، وداها جيفرس. كانت عندهم تعاملات من قبل، اكيد كانت عندهم تعاملات، وكنعرفوا بان هذه الجزيره اللي مشى ليها ولا اللي كيمشي ليها عنده سوابق اللي خطيره، لان سمعنا اغتصاب، تقطيع، شرب دماء الاطفال، مصائب كبرى لما تتشوفوهمش كي كيبقاو صغار. كتشوفوش مادونا كي دايره شحال في عمرها، انا من نهار حليت عيني وهي بحال الضو. شفتوهاش كي تتبقى؟ ما شفتوش جينيفر لوبيز، ما شفتوش كاع دوك لي فاموسوس، دوك المشاهير ديال العالم والرؤساء وما نعرف شنو تتلقاهم. شو ايلون ماسك كي داير؟ مزنق زوين، حمر تيطنطق،
ماشي نورمال. تصوروا معايا بان حتى السويد دوك الاطفال اللي كتحيد لوالديهم العرب كيستغلوهم وتيديوهم ديك الجزيره. ايادي ممدوده في كل شيء، واللي تيقول لك انا دولتي انا كذا، نقول لك شوف، ما كاينش شي مخلوق في وجه الارض انا وانت مشدودين علينا العيبات. نهار اللي نبغيو نحلو فمنا ولا نهضروا في شي حاجه اللي ما تعجبناش يجبدوها لينا، لاننا مراقبون. تليفوناتنا كلشي بغيتو ولا كرهتو، ما كيعرفوش غير ديك اللي تتنويها في خاطرك وتتقول بينك وبين الله يا ربي تسهل عليا يا ربي تحن. هذيك هي اللي ما كيعرفوش، لانك تتقولها في صمت، والله بوحدو اللي كيقدر يسمعها، اما هما ما كيسمعوهاش. لا حول ولا قوة الا بالله. نحن في ارض هادوك، نحن لعبة يفعلون بنا ما يشاءون. الله يعطيكم الصحة. ونسيت ما قلت لكمش سبب العداوة ما بين الصحفي ودونالد ترامب، هو ان الصحفي في اول سنة ديال الحكم ديال دونالد ترامب كتب النار والفوضى وما خلاش ترامب ينشره ودعاه. رغم ذلك استطاع انه يخرج الكتاب وتباع بواحد الدرجة كبيرة، لانه ديك الدعوة وداك الشيء عطاتو قيمة. وكتب كتاب تاني اللي هو الحصار. وهذا الكتاب بسببه تعتقل جيفرسون، لانه فيه معلومات خطيره، وخصنا نقراو هاد الكتب هادو نشوفوا اشنو تيقول فيهم. صديق ديال جيفرسون مالكوم، ولا قلبوا على الاسم الصحيح، وديك الساعه يمكن نعرفوا شي حاجه كتار على اللي واقع. تحياتي لكم.